جمعة مباركة بالصحيحة والعافية، وباش نتمنوا إن شاء الله أول جمعة في هذا العام يا رب يكون عام ديال الخير والخمير علينا وعليكم وعلى جميع أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو جديد، معطيات جديدة كيف العادة مع هذه العائلة المشوهة اللي سابقينهم بخطوات قبل ما يديروا الأحداث ديالهم ويقدموها لنا، حنا تنسبقوهم. وهذا الشيء اللي قلت لكم بأن البقة مسكينه خسرت على راسها ديك الحليوه عليها وعليهم كذلك، غير باش دير داك الفيديو باش يسمح لها بكريشه تقدد في داك العظيم. وهذا الشيء اللي كاين. مهم غادي نعطيكم معطيات، وكذلك غادي نحاولوا ما امكن نشوفوا مع ديك العائله اللي قطعت لهم جوج المرات وما بغاش تستقبلهم في الدار، داك الكوبل ديال طنجه وبلا حشمه بلا حياه، خارجه تتسنطح السيده. انا دائما تنقول لكم بان ديك السيده من حقها الا بغات تبارطاجا، حتى هي عندها قناه وبغات تطلعها، ولكن طاحت مع هاد السعايه هاد الشلهبيه اللي تيبغيوها غير راسهم وعائلتهم، عائلتهم اللي هي عائلتهم وما تيعقلوش عليهم. فما بالك البراني اللي بغاو غير يتفتشوا فيهم كذلك ويبروفيتي فيهم. فاذا هما هاد العائله هذه فهموهم على انهم باغيين غير ياخذوا حاجتهم، والله يعاون الله يسلمك، كاين لا بارطاج لا حتى شي حاجه. فقطعوا لهم في العطله، عيطوا لهم هاد السعايه بغاو يستقبلهم، قالوا لهم حنا ما كاينينش، حنايا غادي نخويو المدينه، عندنا سفريه في هاد العطله. عقلتوا فاش خرجوا هما؟ راه ماشي حنا اللي قلنا، داكشي بان وكملاحظه قبل ما يخرجوا فهمناها، ولكن خرجوا اكدوا هذاك الكوبل ديال طنجه، قالك بان بنادم ما تيبارطاجيك وخارجين تيتشكاو على البارطاج. اوكي، قلنا لهم حنا معاكم، بغيتوا تطلعوا قناتكم تتعطيو تتقدموا يد المساعده، من حقكم نتوما تبغيو راسكم وتبارطاجاو، ما فيها عيب. ياك هادشي اللي هضرنا على هاد الناس هادو، هادشي اللي علقنا على هاد الناس هادو. سبحان الله العلي العظيم، بنادم منافق اخوتي. وماشي غير المره الاولى، حتى هاد المره راس العام قالوا حنا ما غندوزوش في طنجه. ايوا جايه قناه وتعتبروها قناه كبيره وبغيتوا ترحبوا بها، نهار الاول سقتوا فيها نتوما، ماشي زعما غير هما اللي كسعايه هل من ترحيب نتوما راكم درتوا الدور ديالكم، وماشي اول مره درتوها مع يسرى، درتوها وقيلا واحد الوقيته نيت مع لبنى ويسرى وتيتيما. يعني نتوما تتقلبوا على القنوات باش تبارطاجاو نتوما، وهذا الشيء راه ماشي غير مع القنوات، مع جميع القنوات. غير تتعرفوا شي واحد تتعرفوه تتبقاو تنغزوا عليه، عافاك قولوا له يبارطاجينا، عافاكم قولوا له يبارطاجينا، قاعده فيكم حنا هادشي عارفينها. ولكن ملي تقطعوا المره الاولى والمره الثانيه يعاودوا يعيطوا لكم، هادو راه ما كرهوش ما يكريوش وما يخسروش الفلوس في الكرا، يجيو عندكم للدار وتستقبلوهم وانتم فاهمين على انهم فعلا هي سعايه، وحنا هادشي راه متفقين عليه. ما غاديش نقول لكم لا ما فهمتوش هادشي، راه العكس اللي كاين، لا راهم سعايه وباغيين فابور، ولكن باغيين راسهم كثار، ما باغيين لا يعاونوا ولا يبارطاجيو الناس، انانيين لاقصى درجه. هادشي حنا اتفقنا معكم فيه، ولكن اللي ما غنتفقش معكم فيه انكم ما تخرجوش بالنفاق عاوتاني. لبنى تيقولوا علينا بان احنا مخاصمين، لبنى ياك لاباس التعاليق كلهم تيكتبوا لي بانك مالكي مع لبنى. ايوا هادشي اللي فهموا بغيتوا تدوخوا نتوما الناس، ولا غير تلاقيتوا معاهم في الزنقه؟ عاوتاني شوف شنو داروا لكم تيبخه تما باش عاوتاني يقيدوكم في شي عشاء تما، غير لقيتوا راسكم صافي مصورين معاهم ولقيتوا باش ديروا نتوما فيديو. حق راه ما كاين بيناتنا حتى شي حاجه، غير المتتبعين. وبارك من النفاق، راه تيعجبني بنادم هو يكون واضح ويكون دغري، وبنادم يخاف من اللي خلقه ما يخافش من البشر. باش ديري فيديو زعما ها حنا تلاقينا، لا قولي الحقيقه، قولي لها في وجهها. كيما خرجتي في داك الفيديو انت وراجلك تتشكي، قولي لها في وجهها، قول لها راه الناس تيتسائلوا فعلا. حنا خرجنا بواحد الفيديو ها شنو قلنا فيه ونعرفوكم كاينين. المهم ما علينا، في هذا الفيديو غادي نحاولوا ما امكن نشوفوا مع هاد المنافقين، هاد الكذاب هادو اللي تجمعوا سبحان الله العلي العظيم، وهما خوتي اللي جبدونا ماشي حنايا، هما اللي تيكذبوا علينا عيننا في عينهم. اذا على بركه الله غادي نخليكم مع هاد القطعات ونرجعوا من جديد، لان عندنا ما يتقال في هادشي. تصنتوا مزيان، ما تنساوناش من لايكات والبارطاج والتعاليق ديالكم والاشتراك في القناه. الله يجازيكم بخير، خليكم مع هاد المقاطع ورجعوا من جديد. كليش بلاش شميع هذا الاسره المغربيه يسكن منطقه الاسره المغربيه، كتبغيكم سنه سعيده قناه لبنى. وكلشي كاين الحمد لله. الله يخلينا ونخليكم على خير ويدخل عليكم هذه السنه الجديده بالافراح والمسرات، ويبعد عليكم الهم والغم. هذا ما كنتفاوضوا به. ماما
هادشي اللي لقيت وباغي ما كاينش صغار هذا زينب يلا هذا زينب كاين لا شوفي فاطمه زهراء فاتي ماشي هذا فاطمه زهراء في المفرش دير معاك دير معاك انا نقول لك عاود هذيك زين دير العصير زين العصير زين العصير بغيت هذا عطيك ادم راه شويه من تما ثاني ما بغاتش هاك خلي بركه هذا ندير جوج فاطمه زهراء يلا شوف خويا انت تصبغي طوب سير ها يلا اجي بس باش نتاج اجي بس ها دير هذه شنو هي اول مره ما فهمتش جلس انا طلعني الجلاس الجلاس صافي سنه سعيده كل غدا في المكان الاخر وقت خرج وقت سنه سعيده الجميع ها يا ديك يلا هاي مصر هزين هاي مصر هاكا بتاع شوكولا اي شوكولا اي شوكولا ماما خصني ندير شي تختار باش ما يشيطوش لي مرسوم معنا خصني نخدم الرياضيات اللي قرات علاش حنا كنا نقول لك كامله تفهمنا والله نعطيهم نقطعوهم ياك السياق وياك تسمع على السيد قاعد تتكلم ثلاثه سيد ما كيف لا غنمشي نديرو بحال بحال وانا وانا باغي نكساكا وانا مرتاحه هكا باش كنصور مزيان انا غادي نسخ دالك زينب ادم كيبان ايوا برافو انا حيدي انت هذه عرفت نسمع انا نسمع زعما شكون هذا المرسوم كبير داير بكريته داير بكريته صغير شكون هو يلا بكريشه بسم الله صباح مامي انا حتى هذه انا بكريشه بس على خديه باش القمص ديالك هذه ديالنا ديال خديه هذا ولا الى اي عزق نزيد كيف كثيره واحده زينب كيف تفكري زوينه ها وشنو يا سهل زينب الله هذا هو الفيديو ديالنا سنه سعيده وسبحان الله تسدينا حنا نديروا سنه سعيده نبداو سنه جديده في مدينه اخرى من غير فاس الله العظيم ان شاء الله تكون فاتحه خير باذن الله ربي وكون الله يرحمه ويسعد الرحمه فيها وعيد زواج سعيد ان شاء الله يا رب يعطيني الصبر شنو ما يا رب يعطيني الصبر ولاش نقول انا الصبر والله يقدرنا جميعا هذا الشيء اللي كاين اللي يحشمنا امين يا رب وسنه سعيده لكم متابعينا الكرام وسنه فاصله السلام عليكم اييه غير طلبيه وزيدي طلبيه حيت الحل ما كاينش البقاء البقاء راه طحتي في واحد الوحله قلتيها هذاك النهاريات طحت في واحد الغيصه طاليه هادشي والله ما تخسري على هذاك الفيديو ما يكون ديالك واخا تخسري وهكاك صبعو تما يتفش فيك. تخيلوا هي اللي شاريه الحلوه وهي اللي غتحط هكا في الفيديو ديالها لان حتى هي خصها تخدم. والله يحسن العوان حتى هي راه تابعين هذاك الشيء اللي تابعينه. حنا ما تنقولوش بان راه ما عندهاش كاع ولكن عندها غير هو ديك الكذوب ديالها انني مازال عندي بزاف ما كاينش بزاف. المهم عندك واحد العام كاع اللي بقات لك في هذه القضيه ديال هاد الدار هذه كاع الا طوالت يعني الامور عندك مع مول الدار. لكن بكريشه والله ما يعطيها شي حاجه باش تخدم الا ما كانت هي خاسره عليها. راه غادي تسلف منه شي الا ما عندهاش غادي تسلف منه. انا علاش نقول لكم هاد الهضره هذه حيت يعني في ليله ديال راس العام يعني ديك الليله ديال غدا ديال النهار الاول ديال العام راه مازال المشكل قائم في اليوتيوب مازال ما تخلص حتى واحد حتى لغدا ليه واحد في الشهر عاد تحل المشكل. اذا فكانت يعني اي حاجه غادي ديرها غادي تشريها راه بالسلف ديال بكريشه. وهذا الشيء راه ما تنجيبوش هكا من راسنا حيت ديجا هادشي اللي عاوداتنا. بغيت بوط طلبت منه على من يوصل راه الشهر هو عنده هادشي هذا يعني ما كايناش مراتي غنخلص عليها غنشري لها غنكسيها لانني انا قوام عليها. لا هو عنده الزواج بالفم الوليدات بالفم. هذاك النهار فاش خرج يهضر على وليداته وقال لك انا الحضن ديالي مفتوح لوليداتي ما فرطش فيهم من يسرى حتى الزنوبه. وشنو هو الحضن؟ هو يكملنا اللي بغى نعنقوا اللي جا عندي نعنقوا نشبعوا تعنق. ويلا زيدوا مع هذا السيد هذا يعني باش يقول لكم بانني انا مسؤول على وليداتي ونصرف عليهم ونخدم عليهم انا الراجل انا اللي مسؤول عليهم. ما كايناش لا قالك هو مسؤول غير في البوسان والتعناق. راه قالها نيشان اللي بغى يجي عندي نعنقو قالك انا هكا داير
وبكريشه والدراري خصهم المصروف، خصهم ما ياكلوا، خصهم ما يشربوا، خاصهم يعني التهلوا في جميع النواحي، ماشي غير حقا خصني نعنقهم ونبوسهم. وهذوك الدراري الا هما لا مواتهم، سواء كانت سعاد سواء كانت هذه لبنى. سعاد نقولوا بان ما متفاهميش وشبه مطلقين، واخا الطلاق اللي جبناه هو في الاخر، ولكن مادام على الذمه ديالك خصك تعطيها نفقتها. راه الحق والقانون تيعطيها داك الشيء، ماشي انت اللي غتعطيه لها. القانون خصك تحط داك الشيء، ماشي بالتعناق والبوسه. شنو دير هي دابا سعاد؟ دابا داخلنا عليكم بالله. سعاد الا ما تعطاتلاش النفقه اش غادي دير بك؟ ما غتعنقك ما غتبوسك، نتوما متفارقين. اذا المهم ماشي الموضوع ديالي هذا هو، ولكن تنشوف على ان بكريشه ما غيعطي لبقى شي حاجه تصورها حتى تخسر عليها وحتى يكون صبعو تما. صافي هاد حنا دابا فهمنا شنو كاين. فهي شرات الحلوه بالسلف وكاتب فيها اسره مغربيه. يلا تخيلوا، وهي راه غادي تحط ديك الحلوه عندها في القناه، وديجا راه متفاهمين على الفيديو اللي غيتحط عندها، داك العظيم اللي غيتعطى لها ديجا متفاهمين فيه، والحلوه مكتوبه فيها اسره مغربيه. سنه سعيده من اسره مغربيه في القناه ديال لبنانينو. يعني تيضحك على الناس، تيضحك عليها هي بعد اول حاجه قبل ما يضحك علينا حنايا، ضاحك عليها وزامتها. والدليل اخوتي راكم تتشوفوا الفيديو وهي في وسط الكوزينه، ما كاين غير خبط زدح خبط زدح خبط زدح، ما تتصرفش عادي، كاميرا مرتاحه وعجبها الحال وتتقدم داكشي كله بحب ورضا. لا هادشي ما حيت نفس المشكل اللي قائم. راه نهار فاش خرجت ما خرجتناش على سعاد، راه خرجت على ولادو، راه خرجت على تمارا، راه خرجت على الانانيه، راه خرجت على حب الذات ومن بعد الطوفان. وهادشي هو النيت اللي مازال تنشوفوه الى حدود الساعه. كاين شي تغيير؟ ابدا. سافرات بوحدها؟ ابدا. ياك سافرات مع ولاد سعاد، ياك سافرات مع تيتيما، ياك مازال الا بغات دير شي فيديو خصها تخسر عليه، ياك طلبات الفيديو ديال عيد الميلاد وما دارلاش في القناه ديالها، ياك مازال الى حدود الساعه خصها تمشي للكوزينه تيتيما عزبه تبارك الله ما شاء الله باش تعاونها وتدخل هي وياها يديها بيد الاخرى. ابدا. تتميك عليها وتمشي تلبس حويجاتها، تقيس لا شرات شي حاجه، تلعب في التليفون ديالها، تخشى في وسط المنطقه ديالها، والخدامه راه كاينه في الكوزينه. تغيرات شي حاجه؟ ما تغيرات والو، ما تغير حتى شي حاجه. هي بحوايجها باش داخله للكوزينه، باش واقفه تماره والطريق وشحال من حاجه. يلا سيري واش ديال الماعن، وسيري غسليهم وشليهم، وسيري حطيهم وقطعي وديري يعني كلشي عليها هي. مازال حتى شي حاجه ما كان فيها شي حل. بكريشه مازال في الخطه ديالو، ومازال في الانتقام ديالو، ومازال في داك الشيء اللي هو معشلو في دماغه. تمحد الفيديو اللي دات عليه داك النهار، غاوى سافر في هذا الطريق وغادي حتى لمدينه طنجه ومازال ما مرتاح شي معاها، ولا يقول راه صافي تصالحنا من القلب. جابها قدام الكاميرا وقردها كيف العاده ملي تيبغي يقردها. اجي شرحي لنا كيفاش داك الهضره اللي قلتي، وتجاوبوا وما مقتنعش. الا سلكها معاها غير حيت عارف بان راه ما خصوش ينوض عاوتاني معاها الصداع على داك الشيء، لان صافي ناض لي ناض وتكلموا في الموضوع وكلاس الخاض العصا على حساب هذاك المشاكل. فما غاديش يرجع للور، خصو يزيد لقدام. وإلا زاد لقدام علاش فما غاديش يرجع للور، خصو يزيد لقدام. وهذاك الزياده للقدام من اجل داك الشيء اللي باغي، على انه مازال يبروفيتي فيها ومازال ياكل على ظهرها ومازال يعيش على ظهرها. هذه هي الحقيقه. شي تغييرات ما كايناش. البقى شفتوها فرحان؟ لا. سبحان الله العلي العظيم. المهم حتى محد البنت، تخيلوا هي في الحقيقه الله يكون في العون اللي جالس حدا ديك البنيته. واخا انا ما بغيتش زعما الزنوبه عندي عزيزه، ما نكذبش عليكم، يعني بنت صغيره صبيه ما دايره حتى شي حاجه، ولكن تزغنين يا خوتي، تزغنين هذيك الفيديو كله تطلب الحاجه ديالها غير والغوات والتهرنين، ما تطلبهاش بسكات وبشي طريقه اللي توصل لهم حتى هي الميساج ديالها. ابدا اخوتي، الراس ديالك تتنفخ حداها. بكريشه تبغي عند لها شي حاجه ولا يعطيها شي حاجه هكا تقول زعما ماشي انت ماما اللي تعطيني، ما تتحمل فيه الشعره هو براسو. يعني قال الى تصنتوا المقطع راه مدات لهذيك المرسو ديالها، جاي قربوا لها غوتات عاوتاني واحد الغوسه، قال راني عارفك ما عندكش معايا. اذا اخوتي زعما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المشاكل مستمره، البقه مازال مضغوطه، ما كاين لا حل حتى شي حاجه. بكريشه مستمر في الخطه ديالو، غادي خدام على راسو، ما هموش حتى شي واحد. تمحد البق. وانا نقول لكم هنا واحد النقطه على البق باش ندوز للموضوع الاخر ديال ديك اللي في طنجه. تمحد البق
تيتمنى من لبنى. دابا عندكم يسحبكم على انه باقي فيه الحال لان لبنى داخله خارجه في الهضره، او اليوم مزيانه معاه غدا ما مزياناش معاه وتخرج تشكى وتخرج تحرض عليه البق. ماشي دا هو اللي ضرهم، هما خصهم باش يخدموا. سعاد سدات عليهم الباب، سعاد قفلات. انا راه هضرت معاها فوقاش، هضرت معاها غير البارح والبارح على الموضوع ديال انها ما تجاوبش. قالت لي والله يا اختي ما نجاوبش شي حد، غنخليهم هكاك باغيو يخدموا بيا خليهم، انا ما نعطيهمش فين يخدموا ابدا. هذا علاش نقول لكم نتوما كمتتبعين تطلبوا مني هذا الطلب. هضرت مع سعاد وسبحان الله بلا ما نطلب منها هي لقيتها هكاك مهيئه وباغا على انها ما تشردش معاهم. يعني الحمد لله مزيان، افكارها راه غادا مزيانه، يعني عقليتها راه تنقات من هذا الوسخ ديال هاد الناس هادو. الحمد لله كلشي الحمد لله الان يعني تيبان مزيان مع سعاد. لكن البق ماشي حبا في المصلحه ديالها، حيت بحد هاد البقه لاصقه في الراجل راه المفروض انكم تشجعوها، المفروض، حيت حنا عارفين بان راه ما كايناش شي علاقه زوجيه تتكون كلها سعاده وكلها بخير وعلى خير. غير هادو شويه لا دوز ديالهم مجهده مع الدراري مع الشريكه مع راه كاين اللي كوبل هكا ما عندهم لا شريكه لا دراري لا ربيبات لا حتى شي حاجه وتلقى عندهم المشاكل في وسط الدار. لكن الناس العقلاء شنو تيديروا؟ يعني الا كانت علاقه زوجيه ومبنيه على واحد الزواج واحد لاكط، واخا حنا راه عارفين هاد العلاقه مبنيه على الخدمه ومبنيه على عقد العمل، فمهم ما علينا. يعني المفروض الناس المحيط شنو تيديروا؟ تيحاولوا ما امكن يصلحوا بيناتهم، تيحاولوا ما امكن يصبروا بعضياتهم. صبري عليه صبر عليها، دابا تولفوا هادشي دابا يدوز. هادشي اللي تنعرفوا كاين في المجتمع ديالنا، ماشي في المجتمع اليوتيوبي ديال البق اللي باغي يخدم، وبالاخص القنوات اللي باغيين يخدموا. بركه من النفاق، بركه من النفاق، راه ما كايناش هادي. راه حنا المفروض ماشي انا ما غنجمعش راسي معاكم لان انا تنتقد اللي بان لي في الطريق غادي نطحنوا، لكن نتوما اللي تدعيوا على انكم باغيين لها الخير، بالله عليكم وصلت للطلاق دغيا عجبكم الحال باش تخدموا ببوكريشه وتبقاو تنعتوه يا الحمار يا الفاعل يا التارك ما تخليولوش. علاش؟ واش هكا تيكونوا مسلمين؟ هكا تيكونوا ولاد الناس؟ السيده مازال لاصقه في السيد، مازال باغا راجلها، مازال لاصقه في داك التزويجه. تتشوفوا دابا المحنه والتمره اللي تدوز عليها، تتشوفوا ما كاين لا راحه لا حتى شي حاجه، تتشوفوا داك المشكل اللي خرجت به مازال الى حدود الساعه. ولكن في الاخير تنشوفوا هي شنو بغات. خرجت واحد اللحظه عطينا الراي ديالنا، ولكن من بعد شنو بغات هي؟ مازال لاصقه في داك السيد، مازال تتقول له انا عجينه تنتلصق جاريه. فانتوما شنو دخلكم ما بين الرجل والمراه؟ ولي وحدي استغفر الله العلي العظيم. خرجت في ساعات غضب، جيتو من جهتها، لا غدا اللي قالت لكم صافي تصالحنا. ايوا نتوما مالكم؟ ها شنو ليش تقلبوا؟ دابا شوفوا حنا راه فاهمين بعضياتنا باش نكونوا واضحين، حيت ولاد الناس واللي فيهم الدم ديال الاسلام راه تيشوفوا هاد العلاقه الا شافوها غادي تتفرق وغادي تسالي، راه تيدخلوا بخيط ابيض وتيحاولوا ما امكن ينصحوا السيده. سيري صبري على وجه بنتك، ما تتبعيش الشياطين، ما ديريش ما تفعليش. هكا خصكم تكونوا تديروا، حيت نتوما تدافعوا عليها باغيين لها الخير. ماشي هي راه مازال حتى ما خرجات وما تيخليوش البوكريشه. اولي وحدي راه السيده عايشه معاه في وسط الدار اللي تتنعتوه بالحمار وما تتخليولوش. واش هاد الشيء من صفات المسلمين؟ ما تنظنش، والله ما تنظن، حيت انا كصاحبه قناه فاهمه مزيان البق شنو باغي. علاش انا نقول لكم شنو كاين؟ لان سعاد كما قلت لكم سدات، ما بقاش باغا تجاوب. هما شنو تيديروا؟ هما خصهم حرب تبقى قائمه ما بين لبنى وسعاد باش هما يتسموا تيدافعوا على لبنى ضد سعاد. سعاد سدات الباب لا عليهم ولا على القنوات ديال البق، كلشي بقى واحل. خصهم يستمروا في الدفاع على لبنى. دابا من غيدافعوا عليها؟ من بوكريشه. والمعادله غير صحيحه، ما حدها مازال لاصقه فيه وهي قابله. فما حقكمش على انكم تفرقوا بعضياتهم. حنا كقنوات الا تنعلقوا راه تنعلقوا على هذاك الشيء اللي تنشوفوا. من حقنا يتجمعوا يتفرقوا، حنا ما تندافعوا على حتى حد فيهم، ولكن نتوما تسموا راسكم تدافعوا عليها. اذا اللي تيدافع عليها خصو يبغي لها الخير اللي بغات هي، ماشي اللي بغيتو نتوما باش تخدموا. وراه عايقه بكم شي فاش تجاوب تتقول لكم هذاك الشيء اللي بغيتو نتوما تخدموا به، فهمتوا؟
حنا اللي عارفين بعضياتنا. نتوما غير سدات عليكم سعاد الباب ما لقيتوش كيف ديروا عشان ندوزوا لها تدوزوا البكريشه. خصكم ضروري هذا ضد هذا باش تخدموا مع هذا. هادشي اللي كاين ديال الحقيقه. راه هادشي تجي نفكر انا في الشيء ديالكم تيجيني في شكال تنقول واش هادو طبيعيين، واش هادو ناس يعني فعلا تيفهموا شنو كاين في العلاقات الزوجيه، ولا غير باغيين نوضوها حرب. لا خصها تطلق مادام قالت لنا غادي نطلق، لا خصها تطلق باش حنا نبقاو ندافعوا عليها ضدا في من هذاك العدو. خصو يردوه عدو وراه محدا لاصقه فيه. المفروض نتوما انكم تزيدوا تكملوا عليها بالخير وتدعيو معاها تصبر وتزيد تصبر. هادشي اللي تنعرف انا. المهم ما علينا، غادي نخليكم مع هاد خيتي اللي كاينه في طنجه ونرجعوا نعلقوا على هادشي لان دارت واحد الخطا كبير جدا، وهي تتصور ادم وعارفه بانها ترتكب خطا وتتجر عاوتاني في لسانها سعاد. اذا تتقلبوا النيت كذلك على الكوارث كحل الشبه هذاك المقاطع. والله العلي العظيم تدعيكم سعاد الا بغات تدعي صاحبه القناه وهي عارفه بان داك الشيء راه خطا. وهذا هو اللي ممكن يخلي سعاد على انها يعني تضمن حقها في هذيك الشكايه اللي بغات ديرها. واخا انا عارفه سعاد راه ما بقاش باغا لا محاكم ولا شكايات، ولكن بنادم ما يجبدهاش. تتصوري ودير راسك ما فاهمه والو. لا تنصور دابا ادم يقدر تكون بيا شي شكايه شي حاجه والاخرى عاوتاني جات من الجنه والناس فاش بدات الاخرى بدات تدور في الراس وتهضر. المهم غنخليكم مع المقطع باش نذكروا كاملين شنو قالوا ورجعوا من جديد. لا لا خرجنا على بعضياتنا دابا صافي دابا مزيان اسمع حد راه هو اللي كنت دابا ما كاينش بعد انا تليفوني مساليه لي لابونمون ما كاين لا ابيل لا كونيكسيون هنيه حتى لو بلا ما عندها لا ابيل لا كونيكسيون. شنو انا تنبين ادم عندك تقول لي متابعه عندك تقوم تابعيني برتي عليها. شوف اختي انا ما خصني شي واحد يتابعني. لا زنوباتي انا موافقه. موافقه باش موافقه. ايوا دابا ادم شنو تقول في هذا الشيء؟ موافق ولا لا؟ موافق تبان معايا؟ ادم صافي اختي موافق. ايوا شحال اختي مزيان عرفتي مزيان كندير له هذا وكيطيح ليا خليه يتفرج. لا بالعكس هو هادشي اللي كاين. المتابعين الاساس لقيتونا تغدينا من بعد ما تغدينا دابا تشوفوا الفيديو عند السي محمد ولا السي محمد صور ياك السي محمد صور وصافي قلنا غادي نجيو هنايا غادي نسخر لبنى شويه ساعه تلفنا على بعضياتنا. من بعد لقينا بعضياتنا جينا نبردوا راه قلبنا. بزاف ديال المتابعين تيسحبوا احنا يوم واحد يديروا جون بور داخل الا شفنا نقولوا هنايا ما عرفتش علاش الناس ما تيشوفوا غلطتي على شي واحد. بزاف الناس يجيو عندي في التعاليق تيقولوا لي مالك مع لبنى مقاسمه مع لبنى بعد ما رجعنا شي فيديو دريشنا ما عرفتش هادشي والله الا بزاف المتابعين تيقول لك لا تبان ما نعمل شي فيديو تيقول لك عاد تدخل تهضر على لبنى ولا تدخل تهضر على شي موضوع تدخل تهضر على شي موضوع يا خور تيقول لك واش مخاصمين مع لبنى واش انا وياك مخاصمين ياك عمرنا ما تخاصمنا عندنا وياك الله يستر بنتي كنضحك انا ما من هذا الفيديو رحنا ما مخاصمينش. هيا لبنى هاد النوبه ها حنا كملوا العصير ديالنا جاتك. المهم كيف ما سمعتوا النفاق بعينه، ولكن عجبوني التعاليق فيهم والله العلي العظيم ما خلاو لهم، حيت عرفوهم تيكذبوا مدلل راسهم باش يتلصقوا هكا ما عاوتاني يرحموهم يبارطاجيوهم. اويلي على قلت القنوات داك الاعراض اللي غندير لهم في الغداء ولا في العشيه ولا شي حاجه وعطى الله القنوات اللي فيهم الخير ويطلعوكم معاهم. اما هاد الجيعانين هما براسهم دابا ولا تيموت لهم الحوت. واحد تلصيقه وبنادم تينافق وقالت لها لبنى تيقولوا علينا بان حنايا مدابزين واش حنا مخاصمين، مع العلم ان لبنى والله ما تتحمل فيهم الشعره وحق الله العلي العظيم الا هي تتنافقهم حتى هي. ونهار فاش مشاو يعني في الصيف عندهم راكم شفتوا لبنى كي كانت تتبينوا على انها ما حاملاش راسها معاهم وما عجبهاش الحال. هادشي راه ديجا حتى فاش جا واحد نوبه الفيس
قال لك انا ما فيا ما نستقبلهم، ما عندي ما ندير بهم، حتى هما حاسين بها ما تتحملهمش، ولكن بنادم تيطيح من قيمته، تيطيح من قيمته للاسف، وهذه حقيقه يعني بانت، والناس راهم في التعاليق يعطيوكم الخبار. اما القضيه ديال ادم اللي تتجبدي فيه سعاده الشريفه، راكي تتعترفي فمك على ان هناك رافضه على ان ولادها يتصوروا. ملي تتقولي بان يعني عندك تشكيونه عندك وما عندك، عارفين بان ديك سعاد ما تيعجبهاش اللي استغل ولادها، تقرون بشي حاجه ممكن ديرها الام وانتم تديروا داك الخطا، عارفين راسكم انكم تديروا واحد الخطا. دابا تخيلوا على ان سعاد تخليكم في دماغها، تحطكم في دماغها، ما تصورولاش ولا دير بكم شكايه، والله تديرها عادي وتربحكم، وتحطوا عليها عاوتاني وتشيروا شحال من حاجه. ولد قاصر ماشي هو كاع ولد اللي هو يعني كبير وفايت 18 سنه، راه الحكم ديال القصه كثار هو من ديال الكبار. وعاد راكم ديجا دايرين مشكل مع سعاد، راه نتوما الاولى دزتوا لسعاد، وكذلك من اجل البارطاج وخرجتوا عاوتاني تضربوا فيها، حقاش لينا الهداب، حقاش لينا هذه باش بارطاجينا، حقا ما بارطاجاتناش، حقا ما دعماتناش، وعندكم مشاكل مع سعاد. فاذا دابا عاوتاني تجي وتستغلي لها ولدها بديك الطريقه وتقرين بشي خطا تديريه وانت في وسط الفيديو، اذا مربوحه عند سعاد. الا مشات، انا تنقول لكم في حاله ما، ولا تنقول انا سعاد محال، ولكن في حاله ما درتكم في راسها والله تتربحكم، والله تتربحكم وبالزربه وبسرعه وتوريكم خزومه احلاه. ومهم البقاء تتبان في وسط داك الفيديو، المهم اللي تفرج في داك الفيديو دابا يشوفها كاشفه، الحقيقه تتبان بلا فلتر، هي اللي كانت تعاير الناس بالفلترات وهذا. اذا حقيقه تتبان حالتها حاله مسكينه كاشفه، لا حوايج زوينين تلبسهم ولا حتى شي حاجه، على الاقل هذه اللي في طنجه راه لابسه واحد المونطو ضاربه عليها واحد المونطو زوين، واحد الترواكار كوميم حسان داك الحوايج تلبس البقه. اذا لا علاقه، وبنادم تيبان زوين حاجو يعني نقيه، هو لابس مزيان، علاش يتلصق؟ علاش على واحد 1000 طلع لك في داك الفيديو ولا 2000 في؟ سير طلع على راسك، راه عطا الله ما يدار، وتقاتلوا على المحتوى ديالكم، عطا الله ما يدار. والله العلي العظيم ما رضيتها لكم انا بعد، والله ما رضيتها لكم نتوما ديال طنجه، اقسم بالله. المهم ما علينا، هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، ما نطولش اكثر من هكايا. البقه مازالت تتعاني، البقه مازال تتقاتل. هاد الناس هادو يعني ما عندهم حل، ما عندهم حل، غيبقاو هكايا. مازال فين غتخرج البقه وتنتف راسها، مازال فين غتخرج وتقول لكم ويك ويك عباد الله، راه ما لقيت شي حل مع هذا الراجل هذا، مازال فين غتحمق البق وتخليه يبقى ينتحر عشان في التعاليق. هادشي ما غيساليش حد هنايا، مازال عطي فهادشي هذا كامل. جمعه مباركه بالصحه والعافيه، وباش نتمنوا ان شاء الله الى فيديو مقبل ان شاء الله.